مرحبا فيكم من جديد في قناتي. اليوم وصفتنا مرة لذيذة وخيال، أسميها الوصفة المنقذة. بالبداية رح نحتاج بصلة متوسطة الحجم، رح أقطعها مكعبات، و3 حبات فصوص ثوم. أسلق صدور دجاج عندي 500 جرام ببهارات صحيحة مثل ما انتو شايفين، وخليها تقريبا 15 دقيقة. بعد كذا أطفيها. صوص الطماطم رح نحتاج حبتين طماطم، ونحط البصل عليهم وملعقة من معجون الطماطم، وأبدأ أقلبهم كويس مع بعض عشان تروح نكهة الطماطم. بعد كذا رح أضيف عليهم البهارات، عبارة عن كركم وثوم وكمون وكزبرة. أحمسهم شوية مع بعض. بعد كذا راح أحط الطماطم المطحونة. أبدأ دحين أضيف عليهم كوب من مرقة الدجاج اللي سلقت فيه الدجاج، وأقلبهم شوي وأخليهم يتسبكون على راحتهم تقريبا 10 دقايق على نار مرة منخفضة. بعد كذا أخذ الدجاج راح أفتته، تقدرون تفتتونه بالخلاط. بعد كذا راح أضيف أقطع بصل وفلفل بارد وبقدونس، وأبدأ أكشن الدجاج. راح أحط البصل وأحمسه شوي لحد ما يتغير لونه، وأضيف الفلفل الرومي، وأضيف الدجاج، وراح أضيف البهارات عبارة عن كمون، ملعقة كمون وبابريكا وثوم وشوية ملح. بعد كذا راح أضيف شوية من الصوص اللي جهز عندي، صوص الطماطم، وبكذا خلاص. راح أحطها بصحن، وبعد كذا راح أضيف عليها ذرة 5 ملاعق، والبقدونس وجبن تشيدر، تقدرون تضيفون موزاريلا. وراح أبدأ أرتبهم في الصينية. أجيب صينية وأضيف شوية من الصوص، أغلب الصوص راح أضيفه تحت، وأبدأ ألف التورتيلا وأحشيهم بحشوة الدجاج مثل ما انتو شايفين، وأرتبها بالصينية. راح أقطع الأطراف وأبدأ أوزعها بالصينية بشكل كامل. بعد كذا راح أوزع الصوص كمان مرة ثانية فوق التورتيلا بهذا الشكل، أغطيها تماما، وأحط الجبن الموزاريلا، وتقدرون ترشون رشة أوريغانو بهذه الخطوة، وشوية كريمة، وخلاص. وكذا حمرتها. ريحتها تجنن، مرة خيال، وسهولتها ما في أسهل منها. حطيت البقدونس وخلاص صارت جاهزة للتقديم. أنصحكم تطبقون الوصفة وتقولون لي رايكم في التعليقات، طبعا يهمني رايكم. مرة لذيذة يا جماعة، جربوها أنصحكم. وبكذا خلصت وصفتنا اليوم. لا تنسون تشتركون بقناتي وتدعموني لو عجبتكم الوصفة وجربتوها، واكتبوا لي تحت في التعليقات، راح أقرأ تعليقاتكم. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وأكلة جديدة.